فيلمنا النهارده بيبدأ مع دارين، شاب رياضي بيصحى من نومه بينزل يجري زي ما هو متعود كل يوم، وبيعتبر والده الأب المثالي وقدوته كمان. وفي المدرسة مع أصحابه اللي بيقولوا له إن في حفلة النهارده بالليل بتاعة مغني الراب اللي هو بيحبه بيك شون، وإن الحفلة مجانية. بس مشكلته هو والده اللي ممكن يعترض على كده. ولما رجع البيت ورى درجاته لأبوه اللي هي تقديرات كلها، فطلب من أبوه إنه يسمح له يروح الحفلة مع أصحابه. بس كالعادة هو بيرفض، لكن مراته طلبت منه إنه يوافق عشان ابنهم يستاهل، لأن درجاته كانت حلوة. وفي الآخر وافق بس بشرط إنه يرجع بدري. بس راح متأخر والعدد كان اكتمل ومش هيعرف يدخل، فقال لأصحابه إن هو عنده فكرة، وهي إن في سور حديد هيعدوا من تحتيه. بس برضه الباب اللي ورا كان مقفول، وشافوا البت دي فطلبوا منها انها تساعدهم عشان يدخلوا الحفله. بس هي بترفض، فدارين بيقول لها ان صاحبهم اعمى ونفسه انه يحضر حفله للمغني ده، فوافقت مقابل $50 على كل واحد فيهم. وفجاه ظهر امن المكان فبيسالهم انتوا بتعملوا ايه هنا، شاوروا له على البيت، وكمان بداوا يجروا وراهم عشان عايزين يمسكوهم. بس هي حدفت على الامن طوبه عشان ما يمسكوهمش ويعرفوا يهربوا. وهي بتهرب سالها على اسمها وقالت له ايزابيل، فراح بالليل يدور عليها على الفيس بس معرفش يوصل لها. وتاني يوم نزل عشان يجري كالعادة، بس وهو في الطريق خد باله من ايزابيل وهي شغالة في محل ايس كريم، فاتصل باصحابه عشان يساعدوه ان هو يكلمها. بس البت ما كانتش طايقاه، ولما طلب منها يخرجوا سوا قالت له خد طلبك وامشي من هنا. وهو ماشي حط لها بقشيش، واتفاجئ انها بتغني كل ما حد يدفع بقشيش، وهي مش بتحب كده بس دي سياسة المكان. فهو فضل يحط بقشيش وهي تغني لحد ما زهقت وكانت هتمشي. فهو قام مغني بالراب وطلب منها في الأغنية إنها تخرج معاه. فتقدر تقول كده إن هي فكرت وهو مستنيها قدام الشغل، واتمشى معاها لحد ما وصلها البيت، وطلب منها يتقابلوا تاني. وقعدوا في مطعم في الشارع، فبدأ يتكلم عن حياته. فهي مش عاجبها إنه مش بيعمل اللي هو عايزه، وإن بيعمل اللي أبوه عايزه. ولما بتقوله أنت عايز إيه، قال لها عايز أخرج معاك تاني. فبقوا يخرجوا مع بعض على طول، وكل مرة بقى يطلب منها ان هم يخرجوا تاني وهي توافق. لحد ما في مرة ابوه شافهم، فلما رجع البيت طلب منه انه يبعد عن البت دي عشان هتضيع مستقبله. وتاني يوم قابلوا بعض وصلها للبيت ودخل معاها البيت. فقعدت تكلموا عن نفسها وان امها مش بتشوفها وانها مش بتحبها وسابتها من زمان. قالت له كمان انها بتحب البحر، فهو قال لها انه هياخدها البحر قريب جدا ولسه بيحضنها. فهي بعدت عنه وبتقول له ان ده مش هيحصل. هو بيقول لها انه بيحبها، وهي بتقول له ان هي مش بتحبه وبتتهرب منه، بس هو مصمم ان هو بيحبها جدا. هي اخر ما زهقت اعترفت له انها مريضة سرطان، وانه قدامها اقل من سنة وتموت، وطردته من البيت وهي بتعيط. تاني يوم دارين راح لها برضه ومعاه ورد، وقال لها على اللي في قلبه، وانه بيحبها زي ما هي ومش فارق معاه فاضل لها سنة ولا يوم، هو عايز يعيش معاها اللي فاضل لها من عمرها. فهي فتحت الباب وقالت له بس بشرط ما تقوليش كلمة بحبك دي تاني. هو وافق طبعا، وبدأ يروح معاها في أي حتة ويعملوا حاجات مجنونة، وبقوا في منتهى السعادة. وفي مرة خدته مكان كانت عاملة له مفاجأة، وهي إن ده استوديو تسجيل عشان عارفة إنه بيحب يغني، بس هو لسه خايف من أبوه عشان مش هيوافق عشان الدراسة. ومع ذلك دخل يغني برضه، بس صوته ما كانش حلو. وإيزابيل اتضايقت قوي، فقالت له انت بتغني وحش عشان ابوك برضه. فقرر انه يحكي حياته في اغنية وسجلوها، عجبتهم جدا، ودي كانت اول اغنية ليه. وبعدها بكام يوم خدها في مكان رومانسي وسط المية في مركب واتقدم لها، بس هي ما وافقتش خالص واتضايقت منه. وتاني يوم جاله جواب من الجامعة اللي المفروض انه يدخلها، بس هم رفضوه. الواد ده يعني اي حد بيرفضه. تاني يوم خد ايزابيل المستشفى عشان علاجها، ووصلها البيت وعرفها انها معزومة بكرة عندهم في البيت. فراحت تاني يوم ومعاها الراجل ده اللي عامل نفسه ست عشان هو اللي بيراعيها من زمان عشان ملهاش حد في الدنيا. ولما ابو دارين سألها عن حياتها وكليتها عرف انها مش متعلمة، فبدأ انه يحرجها بطريقة وحشة. ودارين معرفش يدافع عنها قدام والده احتراما ليه. فمشيت ايزابيل زعلانة ودارين في اوضته حزين جدا، ورمى الاسطوانة بتاعت الاغنية اللي سجلها في باسكت الزبالة. وبدأت حياته تتغير لوضع الاكتئاب لانه خسر البت اللي بيحبها. فابوه خده وراح يقدم له في جامعة تانية. ولما المدير بدأ يسأله عن حياته ودراسته افتكر دارين كلام ايزابيل، فرد على المدير انه عايش حياة هو مش عايزها، وحكى كل حاجة كانت جواه قدام المدير. وطبعا هو كده احرج والده جدا، فخرجوا ومروحين على البيت.
ولما وصلوا بدأ أبوه يزعق معاه ويقول له إن هو أناني عشان بيضيع حلمهم بسبب بنت زي دي. الكلام ما عجبش دارين ورد على أبوه واتعصب وبدأ يكسر كل جوايزه وشهاداته في الرياضة. أبوه كان هيضربه بس أمه لحقته، وتاني يوم قرر يروح لإيزابيل ويعتذر لها ويصلح علاقته معاها، وطلب منها إنها تسامحه ووعدها إنه هيتصرف من دماغه بعد كده. فعلا سامحته، واللي واضح جدا انها كمان حبته، ورجعوا يعملوا حاجات مجنونه تاني ويقضوا وقت ممتع مع بعض. ده كمان دخلوا يسرقوا اكل من السوبر ماركت، وغير كده قعدوا يشحتوا في قلب الشارع، ودي تعتبر كانت احلى فتره في حياه الاتنين. وكمان راحوا حفله بيك شون اللي كان نفسه يحضرها، وايزابيل جابت معاها اسطوانه الاغنيه اللي دارين غناها، وقالت له انها هتشغل الامن يكون هو راح وشغل الاسطوانه، واقنعته بكده. وفعلا عملت كده، وهو راح عند المغني بس الشجاعة ما كانتش حاضرة وما عملش كده، وإيزابيل خدت بالها من كده كويس. ولما خرجوا دارين بيكذب عليها وبيقول لها انه ادى الاسطوانة للراجل بس هو اللي ما شغلها، فهي زعلت اكتر عشان طلع بيكذب عليها. بس هو تاني يوم خدها وراح للمكان اللي ام إيزابيل عايشة فيه. هي ما كانتش عايزة كده بس هو شجعها، ونزلت عشان تسلم على مامتها، بس امها قابلتها بطريقة وحشة وما رحبتش بيها عشان هي كانت اتجوزت وخلفت من جوزها الجديد ومكملة حياتها عادي. وهم راجعين اتخانقت مع دارين لانها كانت مكسورة وحزينة بسبب امها، وعملوا حادثة خفيفة كده واغمى عليها، ودارين ساعدها ورجعت البيت وجاب لها دكتور عشان يطمن عليها. ومن اليوم ده قرر انه يعيش معاها ويساعدها في كل حاجة، وما بقاش يروح في اي حتة خالص، لحد ما في يوم صحى لقى امه عندهم وان كلهم قاعدين مبسوطين. وايزابيل قالت له يخرج مع اصحابه لان بقاله كتير مش بيخرج، وان مامته معاها وهي هتخلي بالها منه. وهو خرج راح على الاستوديو عشان يسجل لها اغنيه رومانسيه ويديها لها هديه، بس لما رجع لقاها على الارض واقعه والتعب مسيطر عليها، فخدها على المستشفى بسرعه. ولما الدكتوره خرجت وسالها عنها قالت له ان قدامها اسابيع مش اكتر، وانهم مش هيقدروا يعملوا لها حاجه. وهو اتعصب جدا ومش مستوعب فكره ان حبيبته بتموت قصاده وهو مش عارف يساعدها. ومن وقتها وايزابيل حالتها كانت بدات تسوء اكتر كل يوم عن الاول، لحد ما دارين قرر ان هو يعرف امها. وبالفعل امها جت زارتها، وايزابيل قعدت تعيط لان امها كانت وحشتها جدا. ولما قعدت تتكلم مع دارين قالت له انها عمرها ما هتنساه ابدا. وبالليل صحيت من النوم وشافت اسطوانه الاغنيه اللي دارين كان عاملها لها مفاجاه، فسمعتها. وفي نفس الوقت كان ابوه لقى الاسطوانه اللي دارين رماها في الباسكت وشغلها، واثرت عليه جدا وهو بيسمعها. وفي يوم جات له دعوه لمكان وراح لقى اصحابه هناك وهو مش فاهم حاجه. اتضح له ان هم عاملين له مفاجاه، وهي ان ايزابيل وافقت تتجوزه، وبرغم انها تعبانه الا انها كانت جميله جدا. وفعلا اتجوزوا، وده لان ايزابيل كانت عايزه تعمل له اللي هو نفسه فيه، وهو كان نفسه يتجوزها لانه سبب سعادتها ووقف جنبها برغم انه عارف انها مش هتعيش كتير. لحد ما جت ليله وهم نايمين دارين صحى على صوت نفسها اللي كان صعب ومش عارفه تاخده، ودي كانت اشاره منها عشان تودعه لانها حاسه بنفسها وعارفه ان اللي فاضلها مجرد دقايق. وبرغم كده هو حاول يطمنها مع انه عارف الحقيقه، وهي انها بتموت. واخر كلامهم هو اعترافهم بحبهم لبعض، وفضل يحضن فيها وهو بيعيط وصعبان عليه فراقهم. وفي الجنازه ابوه راح له وحضنه وكمان اعتذر له عن اللي حصل. وقرر دارين انه يسافر لوحده للجامعه، بس وهو في الطريق حد بعت له رساله عشان يفتح الراديو ويسمع الرساله دي، واللي هي كانت رسالة من إيزابيل متسجلة قبل ما تموت، واللي عرفت العالم كله إن الحياة بتكون جميلة وليها معنى لما تعيشها مع الإنسان اللي بيحبك، وبتعترف إنها عاشت أجمل أيام بفضل دارين وإنها فعلا حبته. وبكده يكون فيلمنا خلص النهاردة. فلو عجبك الفيلم اعمل اشتراك على قناة يوتيوب أو فولو على صفحة الفيس.